في هذا الجزء اللي غنبداو به دابا فيه مؤتمر او الجمع العام التأسيسي لجمعية المنتخبين التجمعيين، وكاين جزء ثاني اللي ان شاء الله الا سالينا نحاولوا واحد السويعه في هذا الجزء الاول. كاينه وجبه الغداء باش ننطلقوا في الجزء الثاني اللي فيه المؤتمر الاقليمي. المؤتمر الاقليمي حقيقه عاده تينعقد قبل المؤتمر الوطني العادي. ندير على مستوى الاقاليم الاخرى ما مطلوبش منا كاع يكون، ولكن قلنا هذه مناسبه علاش حتى ما نتلاقاوش مادام ما نتلاقاوش الجمعيه باش نحضر معكم في اللقاء ديال التكوين ديال الجمعيه، وكذلك في اللقاء ديال يعني المؤتمر الاقليمي اللي غادي يكون يعني من الزوال. واولا بغينا نهنيكم جميعا على النتائج ديال الانتخابات الماضيه ديال شتنبير، ونفتخروا بالحزب ديالنا حزب التجمع. ما قرر لها من رباط بشارع النخيل هاي تيك هول السيكتور 9 حي الرياض، ويمكن تغييره بقرار من المجلس الوطني. فيما يخص اللي كيهمنا اساسا هو الاهداف التي تهدف اليه هذه الجمعيه وهذه المنظمه. فالمنظمه تهدف الى خلق روابط التضامن بين اعضاء مجالس الجماعات الترابيه والغرف المهنيه من اجل تعزيز دورهم كفاعلين اساسيين في مجال التنميه المحليه الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والبيئيه. غفلت في البدايه ديال الكلمه ديالي باش نشكر الاخوه ديال اللجنه التحضيريه ولا اللجنه وبصفه عامه اللجنه التنظيميه المشرفه على الاعداد ديال هذا اللقاء ديال اليوم، سواء حزب وسطي تقدمي اجتماعي ديمقراطي يؤمن بالحريات ويؤمن بالحريه يعني الافراد والجماعات والنساء كذلك. ما هو تقولنا ان هذه الجمعيه انطلاقا من العنوان ديالها جمعيه المنتخبين التجمعيين، هذا كتعطينا اشاره واضحه ان هذه المنتخبين يعني هذه الجمعيه ستكون بمثابه مؤسسه تفتح الطريق لهذه المنتخبين لخدمه الوطن والمواطنين. يعني هذه المنتخبين على مستوى التكوين وعلى مستوى الاطلاع على مقتضيات التمثيليه والنتائج على مستوى الجماعات في هذا الرمزيه ديال التمثيليه. المقترح اللي عندي هو طه صديقي اللي تشوفوا امامكم، ربما واحد العدد منكم ما تعرفوش، ولكن اللي ما تعرفوش انا غادي نعرف به مادام اقتراح جا من عندي. طه صديقي عضو في الجماعه ديالي توفقه، السي علي الصالحي في الجماعه ديالي توفقه، والانتماء لهذه الجماعه الانتماء ديالو لهذه الجماعه عند واحد الرمزيه هي الجماعه الوحيده او الجماعه اللي تميزات عندنا بها كما عندنا فيها 15 عضو من 15. اليوم انا جبت نفسي يعني واحد المناضل بسيط وسط الطاقات، الكفاءات اللي حضرات واللي بقات مواكبه العمل. هذا ليس بالسهل خلال التجربه ماشي غير في الاقليميه تيزيد ولكن في المناطق الاخرى ليس بالسهوله المكان ان يبقى التماسك ديال الحزب بهذا الشكل هذا. السي محمد الحدادي في عماله مولاي رشيد، بمعنى ان مقاطعه عماله مولاي رشيد كلها تجمعيه. كذا استقلبت في التدبير حير كاز انت مغارين ما يمقون ما يمزين. ولذلك سأقبل رأسه لأنه قبل رأسي يوم دعاني وقال شرفتيني السي تحية لغالية
علينا ونتسلاو تقول ما في الزري راه ياك بونجور في كايس. إننا لجد سعداء بالتئامنا اليوم في هذا الجمع المبارك لأجل المساهمة في إنجاح برنامج الاتحادية الإقليمية الرامي إلى خلق دينامية متجددة داخل هياكل الحزب الإقليم، مما سيمكنه من حضور ميداني فعال والذي ستكون نتائجه حتما ترسيخ المكتسبات السابقة وكسب لرهان المستقبل. ونحن كمنظمة المرأة التجمعية بالإقليم إذ نجدد اعتزازنا وافتخارنا بما السيد المنسق الإقليمي للحزب، السادة رؤساء الجماعات والسيدات السادة المنتخبون، سلام الله عليكم. يسر جمعية الحمامة للتربية والتخييم أن تكون حاضرة معكم هنا. هذه الجمعية التي تساهم في بناء طفولة وشباب مغربي مستقيم على أساس الالتزام والاعتماد على النفس وفق الأخلاق الموروثة المغربية. جمعية الحمامة بدأت تعرف مؤخرا دينامية جديدة تجدد في تأسيس مجموعة من الفروع وكذا إعادة. هذا التجمع الوطني الأحرار هو وحدة الوطن، هو التشبث بالعرش، هو الإخلاص بالشعار الخالد الله الوطن الملك، هو خدمة الشعب من أجل الشعب، هو خدمة الوطن من أجل وحدة الوطن والدفاع عن الوطن. نضرب التجمع الوطني الأحرار راه غادي يخاف ولا يكون بلاصتو وغادي ناخذ بلاصتو، لا أبدا. ملي كيكون التزام، ملي كيكونوا نساء ورجال مناضلين مآمنين بالعمل اللي كيقوموا به، نساء ورجال اللي كيقوموا بالعمل ديال القرب كيف نتوما كتقوموا به وكيف عطيتوا به المثال، راه عمر شي واحد ما ياخذ بلاصتو. هادشي كيزيد في الثقة ديال المواطن. يعني أن اليوم أرضيتكم أرضية صلبة، والنتائج اللي حققتوها على جدارة واستحقاق، وتبشروا أن إذا بقات الأمور هذه الاستمرارية في التأطير بهذا النمط سيكون مستقبل التجمع في هذه المنطقة أكبر مستقبلا في مدن أخرى. ولكن اليوم الحمد لله بينتوا بأن هناك يعني واحد التعاطف مع مدينة تزنيت، وكنا على يقين بأن الحضور ديالكم يعني في اللقاءات ديالنا وفي الأنشطة اللي كاينة اللي مستمرة من داخل الشبيبة، كنا على يقين بأن غتعطيو واحد الأوج لهذه الشبيبة، وكنا على يقين بأن الحزب راه غادي في المسار الصحيح، وأقول خير الكلام عبد الوداد. ولا ديال هذا المعيار ديال الكفاءة والنجاعة، سدير ديال النتيجة. العمل. نعم. العمل الدؤوب المستمر. العمل. إذا غادي نحاولوا ديال التمثيل ديال مثلا ديال النساء ديال الشباب، غادي نحاولوا نديروا واحد جوج جلسات بطريقة تبادل، وربما تكون حتى المشاورة مع البعض منكم. تعيين هذا وهذا الانتخاب بهذه الطريقة هذه التوافقية هو عذر به، لأنه ديك الساعه اللي كان السي غازي على برا وكنا غادي نستمروا في مواصله المؤتمر، انا كنت في هذا المنبر غادي نقدموه هو ككاتب ديال المجلس الاقليمي بكل صدق، واول واحد تفاجئ بهذه المفاجاه. حنا جالسين البارح وكنحضروا في هذا الاسبوع ولا 15 يوم نسال الله تبارك وتعالى ان لا يجعل فينا ولا